هو احنا ليه ما بقيناش راضيين؟ ليه دايما حاسين ان في حاجة ناقصة رغم ان بيوتنا فيها خير كتير؟ الإجابة للأسف محبوسة جوا شاشة 6 بوصة بين ايديكي دلوقتي. الأبحاث بتقول ان السوشيال ميديا خلقت حاجة اسمها social comparison theory. احنا بقينا بنقارن كواليس حياتنا المتعبة بأفضل لقطات حياة غيرنا. البنت بقت شايفة باباها مقصر لأنه ما جابش زي فلان البلوجر، والزوجة شايفة تعب زوجها عادي لأنه مش بيصور لها مفاجآت بالورد كل يوم وبيحضنها قدام الشاشة. المقارنة دي قتلت الهدوء وحولتنا لأشخاص عايشين في حياة مؤجلة، مستنيين الفرحة لما تحصل الحاجة الفلانية، ونسينا إن الاستمتاع بالرحلة هو الحياة نفسها. تعرفي أصلا إن في ظاهرة اسمها التكيف الهيدوني؟ والتكيف الهيدوني دوت معناه إن الفرحة بأي حاجة جديدة بتموت مع الوقت وبنتعود عليها زي ما بنتعود على الألم. فبلاش تضيعي عمرك في انتظار السراب، واستمتعي باللي في ايديكي دلوقتي. نيجي بقى للحلول العملية، نعمل ايه علشان نقلل من الموضوع دوت؟ اول حاجة الغاء المتابعة فورا. اي حد بيحسسك بنقص او بيخليكي تقارني حياتك بحياته انفولو فورا. صحتك النفسية اغلى من اي محتوى. تاني حاجة تمارين الامتنان. كل يوم اكتبي 3 حاجات انت ممتنة ليهم. التمرين دوت اصلا لوحده حكاية، وبيعيد برمجة عقلك علشان يشوف النعم المنسية. واخيرا واهم حاجة هي الصلح مع الذات. اعتذري لنفسك واقعدي معاها 10 دقايق كل يوم في هدوء، وقارني نفسك بنفسك امبارح وبس. واهم حاجة اهم حاجة من كل دول ان انتي تدعي ربنا وتستعيني بيه في كل خطوة في حياتك. وحتى الحاجات اللي انت شايفاها حلم كبير ديت ممكن توصلي لها ان شاء الله، بس مش بالسخط على أقدار ربنا، وإنما بالشكر بتزيد النعم وبتدوم.